أنا شقتي في مصر الجديدة فيها 5 تكييفات، 5 وخميسة. فاتورة الكهرباء جاية لي الشهر ده 300 جنيه، والشهر اللي قبله 309. هو صحيح أنا مشغل تكييف ولا 2 بالكتير أو تكييف واحد، بس برضه الفاتورة دي قليلة، بعدنا عن العين يا رب. لكن في ناس يعني قالت لي إن دي فواتير الشتاء ومترحلة، لكن فواتير الصيف لسه هتجيلك بعد كده، الله أعلم. خصوصا يعني إن معايا شقة تاني في كومباوند، بس مش أما أروح ولا مفتاحها كتير. من كام يوم بقى رحت أطل عليها، اما أفتح باب الشقة ببص كده على عداد الكهرباء ما لقيتش فيه غير 10 جنيه، والمكتب اللي لما اشحن منه بره في الكومباوند قافل. قلت خلاص أنا ألم نفسي، ده 10 جنيه لو شغلت كاتل هتخلص، ماله هوا التجمع، مش هشغل التكييف النهارده. صحيت من النوم وأنا مشهور عرق، لقيت صاحبي في الأوضة اللي جنبي مغفلني ومكيف هو نفسه. خدت ديلي واسناني وطلعت تاجر على عداد الكهرباء، ما ابص على الكارت لقيت فيه 7 أو 8 جنيه. يعني معقولة تكييف مع تلاجة شغالين من امبارح للصبح ما خدوش غير 2 ولا 3 جنيه؟ ده الكارت السحري ده ولا ايه؟ يا اخويا امال الناس اما تشتكي ليه؟ قلت يمكن معلق عشان مش اما استخدم، ورحت شاحن الكارت ب 300 جنيه وسبت الشقة كام يوم لجماعة قرايبي. اسبوع يا اخواتي العمدة بالتمام والكمال. اما اقول لهم شحنتوا الكارت كام مرة؟ قالوا لي ولا مرة. اما ابص في الكارت لقيت باقي فيه فوق ال 200 جنيه. قلت واه 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 واه، انا ظالم الحكومة ولا ايه؟ وكل الفيديوهات اللي انا اما اعملها دي كنت اما ابد. ايوه طبعا اعمل ايه انا دلوقتي؟ اطلع اقول للناس ان الكهرباء رخيصة هيطلعوا يفشخوني؟ فابتديت اسال وداع، بس قالوا لي لا يا عمده، ما انت بتستخدم اقل من 50 واط، فما يحاسبوك على اقل شريحه لانك مش قاعد في الشقه. قلت لهم طب ولو قعدت في الشقه؟ قالوا لي هتطلع للشريحه الاعلى. طب ولو شغلت التكييف هتطلع للاعلى والاعلى، وكل ما تشغل كل ما تعلى، وكل ما تعلى كل ما تاخد في الفاتوره على عينك. ايوه طب افرض دلوقتي احمد ابو هشيمه قاعد هو والحته التايجر بتاعته في شقه لوحديهم وما استخدموش غير 50 واط، ومواطن تاني بسيط قاعد في عشه بس عنده جرمق عيال فعدى ال 50 واط، يبقى ابو هشيمه ياخد الدعم والفقير ياخد فيها في الفاتوره؟ هو انت يا حكومه ما تقدم الدعم للي عنده فيلا واللي عنده شقه واثنين وثلاثه زي اللي قاعد في عشه؟ اما تقدم الدعم للي قاعد في قريه زي اللي قاعد في هايد بارك؟ اما تقدم الدعم للي دخله 100,000 جنيه زي اللي دخله 2000؟ معقوله يعني اللي راكب مرسيدس ياخد دعم على البنزين زي اللي راكب 128؟ اللي عنده عربيتين ياخد دعم زي اللي عنده فيسبا؟ ما احنا عمالين هات يا حكومه بقالنا سنين نعملوا قاعده بيانات محترمه. احنا لما نقدم دعم للمنتجات البتروليه في السنه 16 مليار جنيه ما ياخد منها الغني والفقير، اللي راكب رانج روفر واللي راكب توك توك، المستحق وغير المستحق. ودعم للكهرباء 104 مليار جنيه في السنه، اما ينور بها الغني ويتكيف واما يتكهرب بها الفقير. والتموين اما ياخد 178.3 مليار جنيه في السنه. والسيستم اما يخرف، وناس عندها املاك واراضي زراعيه اما تاخد تموين، وناس مش لاقيه اللضا اما يسقطوها من على البطاقه. مع اننا لو جمعنا الثلاث ارقام دول هيبقوا 298.3 مليار جنيه، يعني 300 مليار ان شاء الله ما حد حوش. والله العظيم 3 لو راحوا للغلابه لا يتراضوا، واللي معاهم مش هيعترضوا. قاعده بيانات يا حكومه، قاعده بيانات يا دكتور مصطفى، قاعده بيانات عشان الغلبان، قاعده بيانات. طب قاعده حمام، طب شيروا له وقولوا له فولوا له.